largement discuté avec CEO purement marocain, produits marocains, culture marocaine. Inch'Allah, le Maroc sera fier de son petit, ou le petit sera fier de porter les couleurs nationales. Il ne faut même pas se compliquer la التصريح vie. ديال فوزي القجع وما تكون تايق بانه السيد غادي يلعب معاك. شو التصريح ديالو كي داير؟ قال لك هذا ولدنا وغادي يلعب مع المنتخب المغربي. اليوم بوعدي صرحوا بعض الصحف الفرنسيه وراك تعرفوا الاقارب ديالو، قال لك 10 في الشهر غادي يعلن الانضمام ديالو للمنتخب المغربي 10 في هذا الشهر هذا، وان شاء الله باذن الله غادي يقدم الاضافه، ورسميا هو غادي يكون في كاس العالم مع المنتخب المغربي لانه لاعب كبير بمستويات عاليه. كان عنده مشكل واحد هو ليل، الناس اللي ما تفهمش راه ليل هي اللي كانت مصعبه له لانطوراج، يعني اللي كان داير عليه الضغوطات. الوالدين ديالو راه كانوا باغيين 100% يلعب مع المنتخب المغربي، وحتى هو باغي يلعب مع المنتخب المغربي لانه عارف المنتخب المغربي عنده فرصه فين غادي يفجر المواهب ديالو، ماشي كيما المنتخب الفرنسي اللي عنده كوكبه وارماده في وسط الميدان. بوعدي غادي يعطي اضافه كبيره وغادي يساعد العيناوي المرابط، هذا الجيل الشباب اللي طالع في وسط الميدان، يعني غادي يساعدهم بزاف مع المرابط ديال نيس اللي ديال بيتيس اللي راه حتى هو في القمه ويقدر يكون في شي مقابله ولا في الشوط الثاني تحتاجو في شي ظروف يقدر يعاونك المرابط. ولكن هاد الشباب هادو وهاد الجيل اللي طالع معاهم بوعدي، انا علاش قلت لهم هاد كاس العالم راه المغرب لانه عارف واش راني نقول. وهبي الخدمه هي اللي راه ان شاء الله حتى مازال لاطاك. كاين واحد المهاجم ديال البرتغال اللي راه يلعب في البرتغال حتى هو غادي يكون في القائمه النهائيه. وكاين مفاجاه، كاين مهاجم يمكن ديال نيس، كاين ان شاء الله. ولكن المنتخب المغربي منتخب متكامل، عنده فرقه قويه، عنده منتخب طبعا كبير. النهارده العالم كله بيتكلم عن الاستقبال التاريخي اللي تم استقباله ايوب بوعدي في المملكه المغربيه بعد تمثيل المنتخب المغربي ورفض تمثيل المنتخب الفرنسي والحصول على الجنسيه الفرنسيه والتجنيس من جانب فرنسا. الحقيقه يا جماعه ان دي مش اول مره يتم فيها تفضيل لاعب كرة قدم للمنتخب المغربي، إذا كان على أسبانيا، إذا كان على هولندا، إذا كان على بلجيكا، إذا كان على فرنسا. الحاجة الوحيدة اللي كانت ممكن تخلي لعيب كان يفضل المنتخب الأوروبي على المنتخب المغربي هو الطابع الافريقي، ان انت جاي بتلعب في بلد افريقيه. طبعا المغرب دلوقتي بلد بسم الله ما شاء الله مملكه اوروبيه، العالم كله بيتكلم عن جمال وشياكه وجمال المغاربه، فبالتالي دلوقتي انت كنت متفوق عليا في نظريه ونقطه ان انا ما كانش عندي الطابع الاوروبي. لكن دلوقتي بسم الله ما شاء الله المنتخب المغربي لما تيجي تتكلم معايا انت عندك بسم الله الرحمن الرحيم كده واحد زي اشرف حكيمي، واحد من افضل اللعيبه اللي في العالم. عندك واحد ابراهيم دياز نجم ريال مدريد، عندك يوسف النصيري، عندك بونو، عندك المدافع القوي نايف اجراد، عندك نصير مزراوي، مرابط، ايوب بوعدي، الياس بن صغير، خماشي، الزلزولي، يعني عندك كتيبه، عندك صابري، عندك أناحي، عندك بلال الخنوس، عندك لعيبة تقدر تقدر تجيب بطولة، تقدر تعمل شكل كبير. فأي لعيب دلوقتي هتشوفه هتقول لي اللعيب ده عايز يمثل أوروبا؟ لا، أي لعيب دلوقتي بيتم الاختيار ما بينه يقول لك تلعب في أوروبا ولا تلعب في المغرب، يقول لك ألعب في المغرب. ليه؟ هقول لك ليه. أول شيء أنت بتلعب ضد نجوم العالم، أو آسف بتلعب مع نجوم العالم، بتلعب مع نجوم كبار، بتلعب زي ما رصيت لك كل الأسامي دول نجوم كبار. فكرة بقى ان دلوقتي مفيش لعيب مغربي بيترشح للبالون دور، حكيمي كسرها وكسر القاعدة، ابراهيم دياز بيلعبوا في ريال مدريد، فبالتالي الكل دلوقتي بقى بيتكلم في فكرة ان المغرب ما يقلش حاجة عن اوروبا. وكمان لما المنتخب المغربي بقى اخد رابع عالم واخد 3 اولمبيات وبيكسب منتخبات اوروبا وبيعمل نتائج كبيرة وكسب افريقيا، ابتدى بقى المغرب يقوي نفسه على مستوى الناشئين. ده ابتدى ناشئين المغرب يكونوا احسن من ناشئين اوروبا. مثلا هديك مثال، المغرب تحت 20 عام هو بطل كاس العالم
ودي كانت مفاجأة كبرى. لا، ما كانتش مفاجأة كبرى. الناس اللي كانت عارفة ان المغرب بيخطط من 20-30 سنة وبيبني اجيال لا تقهر، ما كانش مفاجأة بالنسبة له، بل يكاد كان متوقع ان المغرب يحقق كأس العالم على جميع الاعمار والمستويات السنية. النقطة كمان اللي كانت مهمة من وجهة نظري، وشفتها نقطة كبيرة ونقطة مهمة جدا جدا. تعال معايا شوف ناشئين المغرب، مثلا لعيب شبه الرباج، واحد من اللعيبة الذي بتمتلك قدرات هائلة. راجل يا جماعة قوي، راجل يا جماعة لعيب عنده 16 سنة بس بسم الله ما شاء الله. انا ما شفتش جماد كده. برضو في لاعبين، واقول لك 4: الظابري، واللاعب اللي بيلعب في نادي واتفورد الانجليزي، اللعيب الذي حصل على جائزة افضل لاعب في كأس العالم. المغرب دلوقتي بقى بيعمل حاجة حلوة. انا مش عايز اقل عن اوروبا. لو خليت لعيبتي تفضل في الدوري المغربي، انا اسف في الكلمة، هيبقوا زي منتخب مصر، بلا اداء بلا شكل بلا لون بلا طعم بلا اي شيء. فبالتالي لا، انت لعيب قوي ولعيب متميز، لو بتلعب في اطقم نادي في الوداد هتطلع بره، تلعب بقى في اوروبا، تروح تلعب لي في بلجيكا سنه، تلعب بعد كده في الدوري الانجليزي، تلعب في الفرنسي، تلعب في الاسباني، المهم ما تلعبش في ولا دوري عربي. وعلى فكره اي لعيب بيفكر ان هو يلعب في اي دوري عربي، المغرب بيقول له بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا انا مش عايزك، شكرا انا مش شايفك، شكرا انت مش في حساباتي، شكرا. ألف مرحبا بالفنان والمايسترو والساحر المغربي الجديد أيوب بوعدي في المنتخب المغربي رسميا. كما سمعتي رسميا أيوب بوعدي سيكون حاضرا مع أسود الأطلس إن شاء الله تعالى في كأس العالم 2026. راهم دابا خدامين تيبدلوا له الجنسية الرياضية ديالو، وطبعا راه كاين في القائمة الأولية ديال سي محمد وهبي، وغتشوفوه في القائمة النهائية. لهذا ما تستغربوش وما تصدموش. اصلا هذا الشيء راه كان قالوا لكم السي فوزي القجع هذه تقريبا سنه، فاش قال لنا ودي راه غيكون حاضر معنا في كاس العالم ايوب بوعدي ولاعبين اخرين. فالف مرحبا به. غتخيلوا سمير بوعدي، سمير المرابط، نائل العناوي، اسامه ترقالين، عز الدين اناحي، ابراهيم دياز، احريمات، بلال الخنوس، وانت غادي. اللهم جي سير رد على فيصل الفجر والتصريح ديالو المستفز بخصوص ايوب بوعدي اللي قال لك لا راه الشياطه ديال فرنسا، لا راه حيت ما اختارتوش فرنسا واختار المغرب. اش كنتسنى من واحد اللاعب عمره حط رجلو في دوري ابطال اوروبا لاكس بوعدي اللي خد MVP رجل المباراه بفريق بحجم ريال مدريد ولا حتى يوفنتوس، وفي السن ديال 18 سنه عنده 50 مليون يورو. وفيصل الفجر بالكارير ديالو في الكره عمره فات ديك 4 مليون يورو بحال هكا. خونا ما فاتش عتبات انديه متوسطه بحال الجي خيطافي ومعش ديبورتيفو. المهم علينا انت كلاعب دولي سابق مثلتي قميص منتخب مغربي كامل، المفروض تكون اول الداعمين للمواهب المغربيه الصاعده بحال ايوب بوعدي، وبدل ما تنقص من قيمتهم ومجهودات الجمعيه الملكيه المغربيه كان عليك تساندهم اصاحبي. راه ايزي ايوب بوعدي 18 سنه وقيمه سوقيه كتاكد موهبته الحقيقيه، والثقه اللي واضعينها في كبار اوروبا، مثلا اهتمام ليفربول، ارسنال، مانشستر يونايتد، بي اس جي، ومثلا الرياض. هادشي علاش من اللعيب والعار انك تختزل الجمله ما لقاش بلاصتو في فرنسا عاد خسر المغرب. هاد الكلام اصاحبي راه سلبي بزاف وما كيفيدش الوطن وما كيشجعش المواهب وكيعطي غير صوره مشوهه، والميدان هو اللي غادي يجاوبنا. وبوعدي ان شاء الله غيثبت راسو ويسكت هاد الاصوات اللي غير كتبان ليها الكاميرا وميكروفون كيبداو يعاودوا نفس الاسطوانه مستهلكه ديالها انا ولد الشعب. الإعلام الجزائري بغى يتسطى من بعد التصريح اللي خرج به أيوب بوعدي. نسمعوا شنو قال. بصراحة الحلم الذي أعيشه منذ الطفولة هو تمثيل منتخب بلدي الحقيقي المغرب، رغم الضغوطات التي أتعرض لها في الفترة الحالية سواء من محيطي أو من فريقي، حيث يرغب الكثيرون أن أختار فرنسا، إلا أن قراري كان واضحا من البداية. اتخذت قراري، سأمثل المغرب بكل فخر، وسأبذل كل ما لدي لأكون عند حسن ظن الجماهير. أتطلع لرؤيتكم في كأس العالم، وإن شاء الله نفرح جميعا بهذا القميص. صراحة خبر بتفرحنا إحنا المغاربة، خصوصا وأن أيوب بوعدي لاعب كبير وقريب ينتقل لريال مدريد. مشاهدينا الكرام، قبل ما نشوف ردة فعل الإعلام الجزائري عن هذا الخبر، نعرف بعد شنو وقع بخصوص القضية ديال أيوب بوعدي وإمتى غادي يجي يمثل المغرب،
وايش غيشارك معنا في كأس العالم. الحجاوي غيشرح لنا كل شيء في هذا الفيديو. اللي ما في اخبارهم شنو واقع. بوعدي كاينة موافقة مبدئية وأولية منه، وما بين الوكيل ديالو وما بين العائلة ديالو، الجامعة باش يجي للمنتخب المغربي. الإجراءات ديال تغيير الجنسية هي اللي ما كانت واصلة المرحلة الكاملة ديالها، وما زالت ما خرجتش في موقع الفيفا باش إنه يجي يلعب معنا. تخيل فرنسا تعيط لك باش تلعب معها كأس العالم وتكون جزء من هذا سكواد الأحلام، فيه نجوم كبار عمالقة كيما مبابي، ديمبيلي، أوليسي، دوي، حتى من شرقي وأكلوش. يعني ذوما أي لاعب يتمنى يكون معاهم، لكن رغم ذلك ترفض فرنسا ونجومها من أجل تمثيل المنتخب المغربي. هذا هو أيوب بوعدي صاحب 18 سنة لرفض عروض فرنسا من أجل تمثيل أسود الأطلس. والله ما تستغرب من قرار أيوب بوعدي، أي لاعب في العالم الحين يتمنى أنه يكون جزء من سكواد أسود الأطلس. يا بخت المغرب بهذه النجوم والله. بعد أشرف حكيمي اللي قيمته التسويقية 70 مليون يورو، اليوم أيوب بوعدي تصل قيمته التسويقية ل 70 مليون يورو ليكون ثاني أغلى لاعب قيمة تسويقية في إفريقيا. يا بخت المغرب، ما شاء الله ما شاء الله عليكم والله. إن شاء الله العقبة لتونس شي يوم تولي. أيوب بوعدي نجم خط وسط فريق ليل الفرنسي اختار ارتداء القميص الوطني المغربي. إن شاء الله سوف نرى اسمه في القائمة الأولية التي سوف يصدرها الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الصحفي في قناة كانال بلوس الفرنسي نصر الدين ناصري قال أن لاعب ليل الفرنسي أيوب بوعدي اختار بالفعل تمثيل المنتخب الوطني المغربي. وقال أيضا أن بوعدي حسم اختياره بتمثيل المنتخب وسيعلن ذلك في 10 ماي مباشرة بعد نهاية مباراة ليل وفريق موناكو. ويعتبر بوعدي من أكثر المواهب الكروية المغربية المتألقة حاليا في الدوري الفرنسي، حيث كان محط إعجاب من قبل المدرب الفرنسي ديدي ديشامب. فوزي القجع كان في بعض تصريحاته تكلم على أيوب بوعدي وقال أنه مغربي حتى النخاع وأنه ثقافته مغربية، معتبرا أن حمله للقميص الوطني مسألة طبيعية ولا تستدعي الكثير من التعقيد. الجمهور المغربي في الفترة الأخيرة كان ينتظر رد أيوب بوعدي حول مسألة يعني قدومه إلى المنتخب المغربي. الرد ديالو كان متأخر جدا، وبعض المغاربة صراحة منهم أنا يعني استسلمنا لحقيقة أنه ما بغاش يجي للمنتخب الوطني المغربي، ولكن كنشوف هنالك اعتبارات تم الأخذ بها بالنسبة للاعب. قال للصحافة الفرنسية أنه مازال بغى ياخذ الوقت ديالو في اتخاذ قرار حاسم بحال هذا. حنا قلنا ليه خذ راحتك، ولكن حنا ما مرتبطينش بك لهذه الدرجة. عندنا التحدي ديال كأس العالم غادي نمشيو ليه بالأسماء المغربية اللي اختارت فعلا أنها تبلل القميص بالعرق ديالها وتثبت على المكانة ديالتها وترفع اسم المغرب عاليا في هذا المونديال الكروي اللي ينتظره المغاربة بشغف كل 4 سنوات. إذا صحيح أنت لاعب موهوب وحاسين أنك إلا جيتي للمنتخب الوطني المغربي غتعطي واحد الإضافة كبيرة للمنتخب ولخط الوسط، ولكن راه حنا ما واقفينش عليك، راه عندنا أسماء تستطيع أيضا اللعب في هذا المركز وعندها موهبة وقدرات فنية اللي هي عالية. إذا أنت اللي خاصك تسعى باش تجي تلعب تضمن مكان لك في المنتخب الوطني المغربي، ماشي المنتخب المغربي اللي غادي يبقى يجري موراك. العربية تعربت ونكونوا صريحين، رغم أنه لا أحد يشكك في مغربية اللاعب. إلا تكلمنا في الجانب الرياضي والجنسية الرياضية هذه مسألة أخرى، بينما هو كمغربي ثقافة مغربية حضور مغربي حتى واحد ما عنده الحق يشكك في هذه المسألة. ولكن حنا بالنسبة لنا في الجانب الرياضي كنشوفوا أنه أي لاعب يتم طرح الاسم ديالو للانضمام إلى المنتخب الوطني المغربي فهذا شرف ليه أولا قبل كل شيء. على العموم أيوب بوعدي مازال يعني شاب مغربي، ممكن تحملوه بحال اللي كنتحملوا جميع الأبناء ديالنا اللي كيشاركوا في المنتخب أو اللي مرشحين أنهم يشاركوا
مع المنتخب، وإن شاء الله في اللائحة الأولية ديال محمد وهبي أكيد، اللي هو بالمناسبة أعتقد وأكاد أجزم أنه التقى بأيوب بوعدي والتقى بالعائلة ديالته في هذه الجولات دابا حاليا اللي كيقوم بها بين الدوريات الأوروبية. مشى في فرنسا، شفتو أيضا في الدوري الإنجليزي، أيضا شفتو في إسبانيا، وكذلك مشى لألمانيا. أكيد غيكون التقى بأيوب بوعدي وتحدث معاه حول المشروع الرياضي ديالو مع المنتخب. فنتمنى أننا نشوفوا اسم أيوب بوعدي في المنتخب الوطني المغربي في القائمة الأولية، ونشوفكم على خير. انت مش موجود في حياتي، ودي نقطة بصراحة نقطة كويسة ونقطة جميلة انا بحسد المغاربة عليها. انا كده خلصت كل كواليس حلقة النهاردة وكل التفاصيل اللي معايا، ومن كل قلبي لو حلقة النهاردة عجبتك اوعى تنسى تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. سبسكرايب واللايك بتاعكم من عندي جدا وبيزيدوني اني اعمل فيديوهات اكتر واكتر. مع الف سلامة يا احلى جمهور في الوطن العربي.